اليوم رح نكتشف نص فلسفي قديم جداً لكنه ما زال يشكل هوية شعب الأويغور وتطلعاته. بالنسبة للأويغور، كتاب واحد يعتبر بمثابة خارطة طريق روحية لهويتهم وطموحاتهم. يعني الموضوع مش مجرد تاريخ، بل هو وثيقة حية تحدد مفهومهم للدولة والعدل. اسم النص هو كوتاداغو بيليك، ومعناه الحكمة التي تمنح السعادة، وكتب في القرن 11. والغريب إنه لم يعثر عليه ككتاب واحد، بل تم تجميعه من 3 مخطوطات منفصلة حول العالم. قصتهم من القرن 11 إلى اليوم هي قصة حفظ وإعادة اكتشاف بحد ذاتها. وهنا النقطة المثيرة للاهتمام، اللغة نفسها تكشف عن فلسفة عميقة جداً. ببساطة، النص يقول إن مهمة الدولة هي تحقيق السعادة والأمان لشعبها، وهذا يوضح التركيز على سيادة القانون وليس على الحكم المطلق لشخص واحد. الأفكار اللي فيه كانت سابقة لعصرها بكتير، تتكلم عن قيم إنسانية عالمية، وهذا كله أدى إلى معركة حديثة حول التراث الثقافي. خلونا نشوف كيف. المصدر يقول إن جذور الكتاب يونانية، إسلامية وبوذية، وينفي بشكل قاطع أي تأثير صيني. في الواقع المصدر يروح لأبعد من ذلك، ويدعي أن الترجمات الصينية تتعمد تحريف العمل. أفكاره الأساسية تتناقض مباشرة مع بعض المبادئ في الفكر الكونفوشيوسي. والنقطة الأهم هي أن هذه الأفكار اللي عمرها 1000 سنة لا تزال تدرس وتعتز بفاعلية اليوم. يعني هو مصدر قوة لهم وأساس لمستقبلهم، وكأنها ثورة لم تكتمل بعد. وهذا يتركنا مع سؤال مهم: كم فكرة قديمة لا تزال حية تنتظر اللحظة المناسبة لتشكيل مستقبلنا؟ خلونا نبدأ بقصة كتاب قديم، كتاب بيشكل هوية شعب بأكمله. هل ممكن كتاب عمره 1000 سنة يحدد مستقبل شعب؟ بالنسبة للأويغور الإجابة هي نعم. يعني هو مش مجرد تاريخ، لا، هو بمثابة خارطة طريق روحية لهويتهم وطموحاتهم اليوم. الكتاب اسمه كوتاداغو بيليك، وترجمته الشرفية هي الحكمة اللي بتجلب السعادة. بس المثير للاهتمام إنه ما في نسخة أصلية كاملة موجودة اليوم من الكتاب. اللي نعرفه اليوم هو تجميع ل3 مخطوطات منفصلة اكتشفت بعد قرون في أماكن مختلفة. طيب، جوهر فلسفة الكتاب بيبدأ من فكرة لغوية وسياسية عميقة جداً، وهذا بيوضح فكرة أساسية: هدف الدولة مش السلطة بل إسعاد شعبها. يعني الكتاب بيدعم سيادة القانون، الكل مسؤول قدامه، وهذا عكس فكرة حكم الفرد المطلق. الفلسفة بتروح لأبعد من هيك، بتدعو لإنسانية عالمية وبترفض العبودية والانتقام. وهذا التفكير المتقدم بيطرح سؤال مهم: من وين جت كل هالأفكار اللي سابقة عصرها؟ المصدر بيقول إن جذورها يونانية، إسلامية وبوذية، ومش صينية أبداً. بالفعل المصدر بيأكد إنه ما في أي دليل على وجود تأثير كونفوشيوسي أو طاوي. المثير إنه أفكار الكتاب الأساسية بتتعارض تماماً مع المفاهيم الفلسفية الصينية التقليدية. طيب كيف بتترجم كل هالمثل القديمة اليوم؟ هي مصدر قوة وفخر كبير. هي بتعزز الإيمان بأن قصة هذا الشعب الثقافية والسياسية لسه ما انتهت. وهذا بيخلينا نفكر، يا ترى كم فكرة قديمة ثانية لسه بتستنى دورها عشان تشكل مستقبلنا؟ أهلاً بالجميع. اليوم رحلتنا رح تكون مع عمل فلسفي عميق جداً يكاد يكون منسي، عمل بيقدم لنا تصور كامل لمجتمع عادل وسعيد. السؤال هو: هل ممكن حكمة عمرها 1000 سنة تغير نظرتنا للحياة اليوم؟ خلونا نشوف. طبعاً كلنا نعرف أسماء زي أفلاطون وأرسطو وكونفوشيوس، أسماء غيرت مجرى الفكر البشري. بس تخيلوا لو كان في عملاق فكري رابع بنفس مستواهم والتاريخ شبه نساء. هون بنتكلم عن نص أويغوري من القرن 11، نص بيرسم خريطة طريق واضحة جداً لمجتمع عادل وسعيد. هذا هو كتاب الحكمة اللي بتمنح السعادة، وهو قطعة أساسية من الفلسفة العالمية اللي فعلاً تستاهل نرجع نكتشفها. طيب، خلونا نبدأ برحلة الكتاب المدهشة على مدار 1000 سنة. قصة بقائها التحفة الفنية لوحدها حكاية ملحمية. والشيء المثير للاهتمام هنا إن الكتاب الكامل اللي موجود بين إيدينا اليوم ما هو نسخة أصلية واحدة، لا، هو نتيجة تجميع دقيق وشاق لمخطوطات كانت متفرقة وعلى وشك إنها تضيع للأبد. هالرحلة المذهلة بتورينا كيف الأفكار بتقدر تعيش،
تخيلوا معي، النص الأصلي انكتب في آسيا الوسطى بالقرن ال11، وبعدين على مدى قرون طويلة 3 مخطوطات أساسية منه اتفرقت وانحفظت بشكل منفصل في أماكن بعيدة عن بعضها تماماً، واحدة في القاهرة والتانية في فرغانة بأوزبكستان. وظل الموضوع كده لحد ما جينا للقرن ال20 وقام العالم التركي رحمتي بجمع ال3 مخطوطات مع بعض في إسطنبول، ورجع أحيا هذا العمل العظيم من جديد. حسب المصدر اللي بنستعرضه، هذا الكتاب هو العمود الفقري، يعني بدونه مستحيل نقدر نتكلم عن فلسفة العالم التركي اللي كانت موجودة حتى القرن ال11. هالجملة لوحدها كافية عشان نفهم مدى أهمية هالنص لتراث ثقافي كامل. طيب خلونا نترك تاريخ الكتاب شوي وندخل في عمق فلسفته. هنا بنلاقي أفكاره اللي كانت تعتبر ثورية في وقتها عن الدولة والإنسانية. الفكرة الأساسية هون عميقة جداً. في اللغة الأيغورية القديمة، كلمة الدولة وكلمة السعادة هي نفس الكلمة بالضبط. شو معنى هالكلام؟ معناتها إنه شي واحد ما بينفصلوا، يعني هدف الدولة هو إنها تخلق السعادة، وسعادة أي شخص مرتبطة بشكل مباشر بسعادة مجتمعه. وهذا بيوضح لنا الفرق الجوهري بشكل رائع. شوفوا، رؤية الكتاب بتقوم على فكرة سيادة القانون، يعني الكل بما فيهم الحاكم نفسه لازم يخضع للقانون، والقانون هذا بيتم وضعه من خلال النقاش. طبعا هذا عكس الفكرة اللي كانت شائعة وقتها، وهي حكم الفرد اللي فيها الحاكم هو اللي فوق القانون، والقانون مجرد أداة في إيده عشان يمارس سلطته. وهنا منشوف قديش هالفكر كان متقدم على زمانه. الكتاب يرفض بشكل صريح ومباشر العبودية وفكرة التفوق العرقي، وبيدعو لمفهوم عالمي للكرامة الإنسانية للجميع. بالمقابل لو قررناه بأرسطو مثلاً، واللي طبعاً كان ابن عصره، منلاقيه كان يقبل بالعبودية وبيعتبر أي حد مش يوناني بربري وملوش مكان في السياسة. طيب السؤال هو، كيف ممكن نوصل لهذا المجتمع المثالي؟ الكتاب بيحدد لنا خارطة طريق. أولاً، لازم ننبض مشاعر الانتقام والكراهية. ثانياً، نسعى وراء المعرفة والحكمة بدون كلل. ثالثاً، نفهم إنه البشر ما بينولدوا خيرين أو أشرار، لكنهم بيصيروا بشر حقيقيين من خلال التعلم والتعليم. وبالنهاية، الفكرة الأساسية هي إنه السعادة الحقيقية تيجي من علاقتنا مع الناس ومن قدرتنا على إسعادهم. طيب، من وين إجت كل هالأفكار؟ خلونا ننتقل هسه لنشوف كيف هالفكر بنى على اللي قبله، ونكتشف الحمض النووي الفكري، إذا صح التعبير، اللي كون هذا العمل الفريد. المصدر اللي بنرجع له بيحدد إنه النص هذا عبارة عن توليفة عالمية من الأفكار، يعني هو متأثر بشكل أساسي بالفلسفة اليونانية القديمة، أفلاطون وأرسطو، وكمان بالفلسفة الإسلامية من خلال مفكرين كبار زي الفارابي، وفوق كل هذا اتأثر بالتقاليد البوذية اللي كانت موجودة عند الأويغور نفسهم. لكن وحسب تحليل المصدر، في تقليد فلسفي كبير ومهم غايب بشكل ملحوظ عن هالخلطة كلها، وهو الفكر الصيني. والمصدر بيشرح لنا ليش في اختلافات جوهرية. مثلا في السياسة، كتاب الحكمة بيدعو لمشاركة الناس في الحكم وفهم السياسة، بينما الكونفوشيوسية بتقول يكفي إن الناس تتبع، مش ضروري تفهم. فرق كبير. طيب بالنسبة للحياة المثالية، الكتاب بيدعو للمشاركة الفعالة في بناء المجتمع، بينما الطاوية بتقول العكس، انسحب من المجتمع عشان تلاقي السلام الروحي. والنقطة الأهم يمكن هي نظرتهم للطبيعة البشرية. الكتاب بيشوف الإنسان كصفحة بيضاء بتكتمل بالتعلم، وهذا بيتعارض تماماً مع فكرة إن الإنسان له طبيعة متأصلة محتاجة توجيه صارم وهرمي. وكل هذا بيوصلنا لإرث الكتاب اليوم في عالمنا الحاضر. طيب ليش عمره 1000 سنة لسه مهم جداً؟ المصدر بيستخدم تشبيه قوي جداً عشان يوضح الفكرة. بالنسبة للأيغور، كتاب الحكمة هو زي حجر الزاوية الفلسفي والروحي لهويتهم ووعيهم الوطني، وهذا بيشبه كتير مثلاً دستور الأمير شوتوكو في اليابان اللي كان مكون من 17 مادة وشكل الإطار الأخلاقي والسياسي للأمة اليابانية. تخيلوا، أكثر من 1000 سنة. طوال كل هذا الوقت كانت هالفلسفة هي الأساس اللي بنيت عليها الهوية والتعليم والطموحات عند الأويغور والشعوب التركية. 1000 سنة من التأثير اللي ما انقطع. يعني هذا الكتاب مش مجرد قطعة أثرية في متحف. المصدر بيقول شيء مؤثر جداً. نحن نربي أطفالنا تحت تأثير هذا الكتاب، لأنه في أخلاقيات حديثة لسه صالحة في مجتمعنا الدولي اليوم. هذا بيورينا أنه وثيقة حية،
وبتشكل قيم الأجيال حتى يومنا هذا. وبالنهاية كل هالتحليل بتركنا مع سؤال عميق جداً: كيف ممكن لفلسفة قديمة لأم من الأمم إنها ترسم ملامح مستقبلها؟ سؤال بخلينا نفكر في قوة الأفكار وكيف إنها بتقدر تعبر الزمن وتأثر فينا اليوم. عادة عندما نفكر في ولادة الأفكار السياسية أو كيف تتأسس الدول عبر التاريخ، نميل لافتراض وجود خط زمني مستقيم وواضح. صح، وكأن هناك كتيب إرشادات نمشي عليه. بالضبط، فكرة تطرح في مكان ما يقرأها الناس، تتأسس القوانين وهكذا. الأمر يبدو وكأنه ثنائي وبسيط، أشبه بصورة أشعة تظهر كسراً واضحاً في العظم، فيشير الطبيب ويقول المشكلة هنا والحل هنا. نحن كبشر نحب الأشياء المرتبة والمصنفة بوضوح، خاصة في التاريخ. هذا البحث عن الوضوح هو مجرد محاولة لفرض نظام على فوضى التاريخ لكي نفسر كيف تبنى المجتمعات. طيب، بمجرد أن نخطو اليوم إلى عالم الفلسفة الإغريقية القديمة وتحديداً بالعودة إلى القرن ال11، جهاز الأشعة هذا يتعطل تماماً. يتعطل كلياً. المشهد التاريخي الذي سنستكشفه اليوم ضبابي ومعقد ومليء بمفاجآت تتحدى كل ما نعرفه عن انتقال الأفكار. نرحب بجميع المستمعين معنا في هذا الغوص العميق. أهلا بكم جميعا. رحلتنا اليوم كما أشرت مشوقة جدا. فعلا، مصادرنا اليوم تنطلق من تفريغ لحلقة مرئية يابانية بعنوان صوت الإيغور، وتحديدا الحلقة 57. هذه الحلقة تناقش نصا كلاسيكيا نادرا جدا كتب عام 1960 ويعرف باليابانية باسم حكمة تمنح السعادة. ومهمتنا في هذا النقاش هو تفكيك هذا النص القديم، يعني نريد أن نفهم كيف يمكن لمخطوطة عمرها 1000 عام أن تتحدى أفكارنا المعاصرة حول الدولة وطبيعة الإنسان وكيف تنتقل الثقافات. والأهم من ذلك، كيف يعاد استخدام هذا الإرث اليوم كأداة حية في عالمنا المعاصر. ولكن قبل أن نغوص في التفاصيل، من المهم جداً أن نضع إطاراً واضحاً لهذا النقاش. أكيد، تفضلي. النص الذي نناقشه والحلقة اليابانية التي حللته يتقاطعان بشكل مباشر مع صراع سياسي حساس جداً بين الإيغور والحكومة الصينية. دورنا هنا، أليس كذلك؟ ليس تبني أي موقف سياسي. 100%. نحن لا ننحاز لطرف دون آخر أبداً. نحن نضع هذا النص ومحتوى الحلقة اليابانية تحت المجهر لنرى الأفكار الموجودة فيه بحيادية تامة، ولنفهم كيف تستخدم هذه الأفكار كوقود في صراعات اليوم. إذن هدفنا هو استكشاف المعرفة وفقط. فلنتخيل بداية محاولة تجميع مزهرية تاريخية محطمة وموزعة في قارات مختلفة. تشبيه ممتاز. الحلقة المرئية تشرح أن هذا الكتاب لم يصلنا كنسحة واحدة مرتبة. نحن نتحدث عن تجميع ل3 مخطوطات نجت بأعجوبة. الأولى تسمى مخطوطة فرغانة، وجدت في أوزبكستان. مكتوبة بحروف جختائية إيغورية، صح؟ بالضبط، والجختائية لمن لا يعرفها كانت لغة تركية شكلت جسراً ثقافياً في آسيا الوسطى. المخطوطة الثانية مكتوبة بالحروف الإيغورية القديمة، وهذا نادر جداً. أما الثالثة، وهنا كانت الصدمة بصراحة. مخطوطة القاهرة. نعم، مخطوطة اكتشفت في مكتبة في القاهرة. قام أستاذ تركي بجمع هذه القطع ال3 لترميم هذا العمل الفلسفي. رحلة المخطوطات هذه تروي قصة مذهلة عن ترابط العالم القديم، لكن المفاجأة الحقيقية لا تكمن في الجغرافيا التي وجدت فيها، بل في الفكر الذي تحمله. واو! كيف يعني؟ الإجماع الشائع أن الفلسفة الإيغورية ستكون امتداداً للفلسفة الصينية المجاورة. هنا المفاجأة. النص يكسر هذه القاعدة كلياً. الفكر الموجود في حكمة تمنح السعادة متأثر بشدة وعمق بالفلسفة اليونانية. لحظة، اليونانية؟ تقصد سقراط وأفلاطون وأرسطو؟ نعم، تماماً. غريب جداً. كيف قطعت نقوش فكرية يونانية آلاف الكيلومترات لتظهر في نص آسيوي من القرن ال11؟
هذا يوضح لنا حجم العولمة الفكرية وقتها. الانتقال لم يحدث بقراءة مباشرة لليونانيين، بل عبر فلاسفة العصر الذهبي الإسلامي، وتحديداً الفارابي. الفارابي. الفارابي لم يكن مجرد مترجم ينقل الكلمات، كان جسراً فكرياً ضخماً. أخذ الفلسفة اليونانية، استوعب تعقيداتها، ثم أعاد صياغتها لتناسب آسيا الوسطى. يعني قام بتوطين هذه الأفكار. بالضبط، لدرجة أن المخطوطة الأيغورية تتبنى مقولة سقراط الشهيرة: تفلسف لتعيش أو تفلسف لتموت، وتجعلها جزءاً من نسيجها. طيب، هذا يقودنا لنقطة مفصلية. هل قاموا بعملية استنساخ كاملة؟ يعني هل أخذوا قوالب اليونانيين وطبقوها بحذافيرها، أم بنوا نظرية جديدة؟ بنوا نظرية جديدة ومختلفة، وهذا يظهر في مفهوم ثوري جداً في هذا الكتاب. نعم، الحلقة اليابانية تكشف شيئاً مذهلاً. في اللغة الإيغورية القديمة، الكلمة التي تعني الدولة هي ذات الكلمة التي تعني السعادة. وهذا التطابق ليس صدفة أبداً. في الكثير من الفلسفات القديمة، الدولة كانت تخلق إما لتقديس الحاكم أو للدفاع العسكري. صح، مجرد جيش وحاكم. لكن هنا المبرر الوحيد لوجود الدولة هو تحويل السعادة إلى واقع معاش. وهذه السعادة ليست منحة من الحاكم، بل هي استحقاق مقيد بمبدأ سيادة القانون. دعنا نتوقف هنا، لأن هذا يثير تساؤلاً عملياً. إذا كانت الدولة والسعادة نفس الكلمة، والقانون هو الحاكم، هل هذا يعني أن الحكومة تلعب دوراً أشبه بقسم خدمة عملاء؟ قسم خدمة عملاء؟ يعني أداة وظيفتها تلبية احتياجات المواطن ورفاهيته، وليس ممارسة السيطرة؟ بصراحة هو تشبيه دقيق، وإذا أخذناه خطوة أبعد، هذا القسم ملزم بعقد دستوري. القوانين لا تفرض من أعلى، بل تتخذ بالنقاش والاتفاق المجتمعي. واو! الدولة تفقد مشروعيتها الفلسفية إذا فشلت في إنتاج السعادة. هي تتوقف عن كونها دولة بمجرد أن تتوقف عن كونها سعادة. يونانيين، ومعروف أن الفلسفة اليونانية مبنية على الطبقية والعبودية عند أرسطو. صح، أرسطو كان يعتبر العبودية نظاماً طبيعياً. فكيف تعامل كتاب حكمة تمنح السعادة مع هذا الإرث وهو يروج للمساواة؟ هنا تظهر استقلالية الفكر الإيغوري. هم لم يكونوا متلقين سلبيين. النص يوجه نقداً لاذعاً ومباشراً لأفلاطون وأرسطو. معقول؟ ينتقدون أفلاطون؟ نعم، ينتقدون فكرة حكم النخبة، ويرفضون العبودية رفضاً قاطعاً. هم ينادون بمساواة تامة بين الأعراق. أخذوا أدوات التفكير المنطقي ورفضوا التطبيقات التي تناقض السعادة الشاملة. وهناك نقطة أخرى في التفريغ تبدو مثالية لدرجة يصعب تصديقها. الكتاب يرفض تماماً مفاهيم الانتقام والكراهية ويعتبرها مدمرة للمجتمع. نعم، رفضاً تاماً. مهلاً، دعنا نفكر بواقعية. التنظير لرفض الانتقام وأنت تكتب في غرفة هادئة سهل، لكن عندما يكون مجتمعك مهدداً بالغزو أو الإبادة، أليس الانتقام غريزة دفاعية؟ هذا التحدي العملي لأي فلسفة سلمية. لكن النص لا يطرح رفض الانتقام كنوع من الضعف أو التسامح الأخلاقي المجرد. كيف إذن؟ التبرير براغماتي بحت. الانتقام يخلق دائرة من العنف تستنزف موارد المجتمع، وبما أن غاية الدولة هي السعادة، فإن ثقافة الكراهية تدمر هذه الغاية من الداخل. يعني الكراهية تعمي المجتمع عن مساره الأساسي؟ بالضبط، تجعله يعيش في حرب دائمة، مما ينفي وجود الدولة أساساً، لأنها مرتبطة بالسعادة. الحفاظ على مجتمع خال من الرغبة في الانتقام هو استراتيجية البقاء الأطول أمداً. تحليل منطقي جداً، وهذا يفرض علينا سؤالاً أعمق. لتأسيس مجتمع يرفض الانتقام والطبقية، كيف فهموا الطبيعة البشرية؟ هل اعتقدوا أن البشر يولدون أخياراً؟ لا، التفريغ يستعرض موقف الكتاب بوضوح. يرفض المفاهيم الصينية القديمة كالكونفوشيوسية التي تجادل هل الإنسان يولد خيراً أم شريراً. فما هو البديل الذي طرحوه؟ الإنسان يولد كلوح فارغ، بلا معرفة وبلا أخلاق سابقة. الإنسان يصبح إنساناً فقط من خلال التعلم والتفاعل مع المجتمع. إذن هم يرون أن الإنسان يولد كجهاز حاسوب جديد،
بقرص صلب فارغ أو هاردوير جديد. تشبيه تقني جميل. لا قيمة لهذا الجهاز دون برمجة. التعليم والتفاعل المجتمعي هما نظام التشغيل أو الأوبريتنج سيستم الذي يجب تثبيته ليصبح هذا الكيان بشراً قادراً على المساهمة في سعادة الدولة، صح؟ صح 100%. ونظام تشغيل هذا لا يمكن تثبيته في عزلة. النص يرفض بشدة فلسفات التي تدعو للانعزال عن المجتمع بحثاً عن النقاء الروحي مثل فلسفة لاوتسي. يعني المعرفة ليست للترقي الفردي؟ أبداً، هدفها تعلم قواعد العيش المشترك. السعادة الفردية مستحيلة خارج إطار الجماعة. الفرد المنعزل عائق أمام تحقيق السعادة الكلية. نحن نتحدث إذن عن رؤية تقدمية مذهلة لعصرها، دولة تخدم المواطن، مساواة وتعليم مستمر. ولكن كيف تقفز هذه الأفكار للجيوسياسة المعاصرة؟ الجزء الأخير من الحلقة اليابانية يأخذنا للحاضر، وهذا الجزء حساس ومهم جداً. التفريغ يشير بوضوح إلى أن هذا الكتاب لا يقرأ اليوم كعمل تاريخي فقط، بل يعتبر كما وصف الحمض النووي والعمود الفقاري الروحي لحركة استقلال الإيغور الحديثة. وهذا يأتي كرفض للروايات الصينية التي تدعي انقطاع الصلة بين الإيغور الحاليين والقدماء، أو أن فكرهم مجرد فرع من الكونفوشيوسية. يعني النص تحول لساحة معركة. بالضبط. عندما تشعر مجموعة أن هويتها الثقافية مهددة، العودة للجذور تصبح استراتيجية مقاومة. التركيز على المرجعية اليونانية الإسلامية عبر الفارابي يفصلهم عن الرواية التي تحاول الدولة الصينية فرضها. لنتأمل في الأمثلة العملية في التفريغ. هناك حدث مرتقب في 29 من سبتمبر في طوكيو يضم شخصيات مثل دولكون عيسى، والأهم حضور سيدة ناجية مما تصفه المصادر بمعسكرات الاعتقال. نعم، وهذه الناجية روت قصتها. روت كيف أجبرت على تعليم اللغة الصينية للمسنين الإيغور، وهذا الفعل وصف في التحليل بأنه شكل من أشكال التعذيب النفسي العميق. وهناك أيضاً منع لكتب ومؤلفين مثل محمد أمين بوغران وترجون الماس. تفاصيل فرض لغة جديدة على المسنين تحمل دلالة قاسية جداً إذا ربطناها بالفلسفة. الفلسفة الإيغورية جعلت التعلم شرطاً لبلوغ السعادة. صح، المعرفة هي الإنسانية. وعندما يستخدم التعليم كأداة قسرية لمحو هوية الشخص، فهذا قلب جذري للمفهوم. التعليم يتحول من أداة للارتقاء إلى أداة للاستلاب والمعاناة. المفارقة فعلا مؤلمة وصارخة. الفعل الذي كان أجدادهم يعتبرونه أقدس سبل السعادة يتحول إلى سلاح يستخدم ضدهم كما ينقل المصدر. هذا يوضح أن التاريخ يمشي في الشوارع ويشكل الحاضر. يعني لو أردنا جمع خيوط رحلتنا، بدأنا بمخطوطة مشتتة واكتشفنا فكراً تمرد على النخبوية ورفض الانتقام، وجعل من السعادة اسماً للدولة والتعلم شرطاً للإنسانية. وفي النهاية رأينا كيف تستدعى هذه الأفكار اليوم لتقف في وجه تحديات الصراعات الحديثة بحسب المصادر اليابانية. طيب، بناءً على كل ما استكشفناه، تخيلوا معنا هذا السيناريو مستمعينا. ماذا لو صدر اليوم قانون دولي يلزم جميع الدول بتغيير أسمائها لتصبح كلمة السعادة؟ بناءً على هذا المقياس الصارم، كم من الأنظمة والهياكل سيتحتم عليها أن تتغير من جذورها بحلول الغد لكي تستحق هذا الاسم فقط؟ مساحة تستحق الكثير من التفكير. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص العميق. نراجع اليوم مسودة نص حكمة جلب السعادة الأيغوري وتشكيلها للهوية والدولة. ولتعظيم أثر هذه المادة يجب إرساء مرساة فلسفية واحدة تقود النص بأكمله. متفقة معك تماماً. نقطة الضعف الأبرز هنا هي أن الكاتب يمتلك فكرة مذهلة، وهي التطابق اللغوي بين كلمتي الدولة والسعادة، لكنها مدفونة بالكامل في منتصف العمل. بالضبط. يعني كقارئ أصل للمنتصف لأكتشف هذا التطابق، تعامل الفكرة وكأنها ملاحظة عابرة أو مجرد معلومة لغوية طريفة تظهر فجأة. وهذا يفقد النص فرصة ذهبية لامتلاك أطروحة مركزية. الاقتراح للتحسين هو استخراج هذه الفكرة من المنتصف ووضعها كعدسة رئيسية يقرأ من خلالها النص بأكمله. صحيح،
بحيث تتمحور كل أجزاء المادة حول كيفية ارتباط الفلسفة والمجتمع بتحقيق هذه السعادة المدمجة بالدولة. دعنا نضع أمثلة ملموسة للكاتب. يمكنه بدء المادة بافتتاحية قوية تعرف هذا التطابق اللغوي فوراً. ثم يستخدم هذا المفهوم كخيط رابط. 100%. يقول مثلاً: تماماً كما يجادل النص بأن الإنسان يحتاج للتعلم ليصبح إنساناً، فإن المجتمع يرى أن الدولة هي الوعاء الحصري لتحقيق هذه السعادة الجماعية. طيب، لنلعب دور محامي الشيطان قليلاً هنا. تفضل. ألا تعتقدين أن الاعتماد على هذه الأطروحة الوحيدة في البداية قد يؤدي إلى تبسيط مفرط للمواضيع المعقدة الأخرى في النص؟ تقصد مواضيع مثل رفض العبودية أو رفض منطق الانتقام؟ نعم، ألن نختزل هذه القضايا الفلسفية الثقيلة إذا حشرناها تحت مظلة واحدة؟ هذا تخوف منطقي، لكن يمكن استخدام هذا التساؤل لتقوية النص بشكل استثنائي. الفكرة ليست الاختزال، بل إيجاد السببية. كيف ذلك؟ يعني رفض العبودية ورفض الانتقام هما في الواقع متطلبان أساسيان، لأنه ببساطة لا يمكن منطقياً بناء دولة أو سعادة جماعية على أساس القهر أو الثأر. يا سلام! هذا الربط يجعل الهيكل البنائي للمادة متيناً جداً. بالتأكيد، السعادة الجماعية تتناقض بنيوياً مع العبودية. عندما يشرح الكاتب لماذا اتخذ النص هذه المواقف بدلاً من مجرد سردها، يتغير وزن الورقة بالكامل. أرى ذلك بوضوح، وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى مهمة في المسودة. دحض التفسيرات الأكاديمية المتعارضة يتطلب استخدام الأدلة النصية والفلسفية بدلاً من الاعتماد حصرياً على السياق السياسي. أنت تشير إلى القسم الخاص بالرد على ادعاءات التأثر بالفلسفة الصينية. بالضبط، كفلسفة لاوتسي أو الكونفوشيوسية. نقطة الضعف هنا هي أن الكاتب يرفض هذه الادعاءات بسرعة ويعتبرها مجرد سوء فهم أو تلاعب مسيس. وهذا يضعف الرصانة الأكاديمية للحجة. التركيز على دوافع المترجمين بدلاً من النص نفسه يجعل الدفاع يبدو عاطفياً. صحيح، الاقتراح للتحسين هو بناء درع فكري صلب من خلال مقارنة مبادئ فلسفية محددة من النص الأيغوري مع المبادئ التي يزعم أنه استنسخها، لإثبات التباين الجذري بينهما. يعني للتبسيط، محاولة نفي التأثير الصيني بالاعتماد على الدوافع السياسية فقط يشبه محاولة إثبات أن مبنى ما ليس مصمماً على الطراز اليوناني من خلال انتقاد نوايا البناء. تشبيه دقيق جداً. بدلاً من ذلك، ببساطة أشر إلى عدم وجود أعمدة يونانية في المبنى. دعنا إذن نساعد الكاتب في إيجاد هذه الأعمدة في نصه. كأمثلة ملموسة، المسودة تذكر مبدأ أوغوريا ينص على أن الإنسان يولد بلا معرفة ويجب أن يكتسبها بالانخراط في المجتمع لكي يصبح إنساناً كاملاً. صحيح. هذا المبدأ بحد ذاته ينسف ادعاءات الاستنساخ إذا تم استخدامه بشكل صحيح. يمكن وضعه في تناقض مباشر مع فلسفة لاوتسي. لأن الطوية تميل للانعزال عن النظم الاجتماعية. بالضبط، تعتمد على الابتعاد عن تعقيدات الحضارة، فكيف يمكن لنص يدعو للانخراط المدني وبناء الدولة أن يكون مستنسخاً من فلسفة تدعو للهروب من المجتمع؟ مفارقة مذهلة. طيب، وماذا عن الكونفوشيوسية؟ هي مجتمعية جداً. نعم، هي مجتمعية، لكنها تعتمد على هرمية طبقية صارمة. العوام يعاملون بازدراء في بعض نصوصها، بينما النص الأوغوري يطرح المعرفة كحقاً للجميع. وهل يمكننا استخدام موقف النص من العبودية الذي ذكرناه سابقاً كدليل هنا أيضاً؟ بكل تأكيد، وهذا يبني على تشبيهك. يقترح على الكاتب استخدام موقف النص المعادي لفكرة العبودية كدليل قاطع على الأصالة الفلسفية المستقلة، لأن هذا الموقف يتناقض حتى مع الفلسفة اليونانية. أرسطو كان يرى أن بعض البشر عبيد بالفطرة. صحيح. إبراز هذا التفرد الأخلاقي يجعل الحجة غير قابلة للدحض، وينتقل بالنص من الدفاع للهجوم الفكري. ممتاز. نصل الآن إلى التحدي الهيكلي الأخير.
دمج التحليل التاريخي القديم مع الحركات السياسية المعاصرة يتطلب جسراً موضوعياً ومفاهيمياً سلساً لمنع العمل من الظهور كوثيقتين منفصلتين. الانتقال في المسودة كان مفاجئا بالفعل. ضعف واضح في التسلسل المنطقي. ننتقل من مناقشة مخطوطات فرغانة والقاهرة في القرن ال11 إلى الحديث المباشر عن حركة استقلال تركستان الشرقية، بل وحتى تيتانتي محمد أمين بوغرا والإعلان عن فعالية قادمة لدول كنعيسة. هذا القطع الحاد يفصل القارئ. تبدو المادة وكأنها دمجت قسراً. الاقتراح للتحسين هنا ليس حذف الجزء المعاصر، بل إعادة صياغته ليظهر الحراك الحديث كاستمرار حي وتطبيق عملي للمبادئ الفلسفية، وليس كحدث منفصل زمنياً. لنتحدث عن أمثلة ملموسة. بدلاً من الانتقال المفاجئ لذكر كتاب محمد أمين بوغرا، يمكن ربط ذلك بمفهوم تطبيق الفلسفة. نعم، وتحديداً ما ناقشناه حول رفض منطق الانتقام والثأر. بالضبط. نوضح كيف أن هذا الرفض المتجذر للانتقام في النص القديم هو الموجه الأساسي لسلمية الحركات الأيغورية المعاصرة رغم ما تتعرض له. هذا يخلق خيطاً ذهنياً يخبر القارئ أن النص لم يمت، بل يعاش يومياً. لكن ماذا عن الإعلان عن الفعالية القادمة؟ كيف ندمجه دون أن تبدو المادة كلوحة إعلانات؟ سؤال ممتاز. هنا يجب تجنب الإسقاط التاريخي. الفعالية المذكورة تتضمن شهادة ناجية من المعسكرات أجبرت على تدريس اللغة. صحيح. بدلاً من سرد هذا كخبر، يمكن للكاتب تقديم هذه الشهادة المعاصرة كدليل حي على الصراع المستمر حول المعرفة والهوية. يا سلام! هذا هو نفس الصراع الذي ناقشه نص حكمة جلب السعادة قبل 1000 عام. تماماً، عندما أكد على اكتساب المعرفة لبناء الإنسان. هذا الربط يحول الإعلان المزعج إلى دراسة حالة معاصرة قوية، يخلق نهاية دائرية ومحكمة تعيد القارئ للقرن ال11 لتثبت أن أهمية اللغة والفلسفة لم تتغير. الهيكل يصبح غير قابل للكسر. البداية تخدم النهاية، والنهاية تثبت صحة البداية. وهذا هو جوهر المراجعة العميقة، إيجاد الروابط الخفية وجعلها مرئية. لنلخص سريعاً النقاط الثلاث القابلة للتنفيذ للكاتب. أولاً، اتخاذ التوأمة اللغوية بين الدولة والسعادة كأطروحة مركزية تقود النص بأكملها منذ البداية. ثانياً، الاعتماد على التناقضات الفلسفية العميقة لدحض ادعاءات الاستنساخ بدلاً من نقد النوايا السياسية. وثالثاً، بناء جسر موضوعي يربط التنظير الفلسفي القديم بالممارسة السياسية المعاصرة لتجنب التفكك الهيكلي والإسقاط التاريخي. مسودة ثرية جداً، نوجه دعوة صادقة للكاتب لإعادة تقديم المادة إلينا بعد إجراء هذه التعديلات المنهجية. متحمسون لرؤية النسخة القادمة. استمروا في تطوير هذا العمل الاستثنائي. تخيل معي للحظة أنك تعيش في إمبراطورية قديمة، حيث الكلمة التي تستخدمها في حياتك اليومية لوصف السلطة الحاكمة هي حرفياً ذات الكلمة التي تستخدمها لوصف السعادة. مرحباً بكم في النقاش. في نقاشنا اليوم نتناول كتاب المعرفة التي تجلب السعادة أو كتضغي بيليغ، وهو نص تشكل من دمج 3 مخطوطات تاريخية متباعدة: مخطوطة فرغانة والمخطوطة الأغورية القديمة ومخطوطة القاهرة. وسؤالنا المحوري هنا هو: هل يمثل هذا العمل الفلسفي من القرن ال11 امتداداً وتطبيقاً أميناً للفلسفة اليونانية في بيئة آسيا الوسطى؟ بالنسبة لي، أرى أن الهيكل الفكري للدولة الأغورية القديمة كما يصفه الكتاب يعتمد بشكل أساسي على النموذج السقراطي والأفلاطوني. وأنا أقف على النقيض من ذلك تماماً. أرى أن النص يؤسس لفلسفة سياسية مساواتية نابعة من تراث أغوري بوذي وإسلامي، متجاوزاً ومفككاً للقيود اليونانية كالنخبوية والعبودية. طيب، أتفهم سبب اعتقادك بذلك، ولكن دعيني أقدم لك منظوراً مختلفاً يرتكز على الهيكل الأساسي للنص. الفلسفة الأيغورية كما وردت في المعرفة التي تجلب السعادة مشبعة تماماً بالحمض النووي اليوناني. نحن لا نتحدث هنا عن تشابهات عابرة أو صدف تاريخية، لكن السياق مختلف تماماً. دعيني أكمل هذه الفكرة فقط. الأدب الكلاسيكي الأيغوري يحمل إشارات صريحة ومباشرة لأسماء أفلاطون وسقراط. هناك نصوص كاملة تشير إلى حكماء ذهبوا إلى اليونان لتعلم الفلسفة، ليعودوا ويبنوا دولهم بناء على تلك المعرفة.
بل إن هناك طروحات لغوية وتاريخية تشير إلى أن كلمة أيغور ذاتها قد تكون لها جذور يونانية قديمة. مجرد الإشارة إلى الفلاسفة اليونانيين لا يعني بالضرورة التبعية لهم. الفكرة هنا لا تلغي أصالة النص، بل تضعه في سياقه كجزء من سلسلة التفكير الإنساني. دعيني أطرح هذا التشبيه. تخيلي تصميماً معمارياً لمعبد يوناني، لكن تم تشييده باستخدام حجارة من آسيا الوسطى. المواد محلية بلا شك، والزخارف تناسب البيئة، لكن الهندسة المعمارية الأساسية المتمثلة في سيادة القانون والبحث السقراطي عن الحقيقة هي هندسة يونانية خالصة. تشبيه المعبد جميل، لكنني أختلف معك في أساسه. أنا أنظر للأمر من زاوية مختلفة تماماً. فكرة التبعية الفلسفية لليونان تظلم هذا العمل الأيقوني الذي كتب عام 1969. إذا نظرنا إلى الجذور الحقيقية للنص، سنجد أنه متأثر بشدة بالفلسفة البوذية القديمة التي سادت لدى الأيغور قبل الإسلام. تقصدين نصوص مثل مايتري سميث؟ بالضبط. مايتري سميث في جوهرها دراما بوذية قديمة عن بوذا المستقبلي، رسخت قيماً أخلاقية واجتماعية عميقة. أضف إلى ذلك التأثر بالفلسفة الإسلامية المعاصرة له، وتحديداً أعمال الفارابي، الذي وإن لقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو، إلا أنه قدم إضافات وتعديلات جوهرية على الفكر اليوناني. حسناً، لكن ألا يعتبر الفارابي نفسه جسراً للفلسفة اليونانية؟ هو جسر، نعم، ولكنه جسر يعبر فوق نهر مختلف تماماً. المزيج البوذي والإسلامي في آسيا الوسطى لم يخلق نسخة مشوهة من اليونان، بل خلق كياناً فكرياً مستقلاً يرفض النظرة اليونانية في أسوأ تجلياتها. دعنا نكون صريحين، أرسطو بكل عظمته التحليلية كان ينظر للعبودية كأمر طبيعي. هذا صحيح، أرسطو كان يعتبر البعض عبيداً بطبيعتهم. وكتاب المعرفة التي تجلب السعادة يرفض ذلك رفضاً قاطعاً. والأهم من ذلك أن هذا النص يرفض أيضاً المحاولات الحديثة، وخاصة بعض الترجمات الصينية المغلوطة التي تحاول قصراً ربطه بالكونفوشيوسية. النص يرفض المقولة الكونفوشيوسية القائمة على إبقاء الشعب جاهلاً، ويرفض النظرة الطوية بالانسحاب من المجتمع. نحن أمام كيان يبني مفاهيمه الخاصة بعيداً عن أثينا وبعيداً عن بكين. طيب، إذا كنت ترفضين تشبيه المعبد اليوناني، دعنا ننظر إلى ما يحدث داخل هذا المبنى. أعني التطبيق السياسي الفعلي. أنت تتحدثين عن كيان فكري مستقل، لكن عندما تقرأين في النص كيف يتم حظر الديكتاتورية بشكل منهجي، وكيف يتم تأسيس الدولة على مبدأ سيادة القانون، والأهم النقاش المشترك. نعم، النقاش المشترك ركيزة أساسية. ألا ترين معي إذن أن هذا هو التطبيق المباشر والعملي لتعريف أرسطو الشهير للإنسان بأنه حيوان سياسي بطبعه؟ اليونانيون وضعوا النظرية القائلة بأن الإنسان لا يكتمل إلا داخل المدينة الدولة، والأيغور في هذا النص قاموا بتطبيقها سياسياً لتحقيق العدالة. أنا آسفة، ولكنني لا أقتنع بذلك إطلاقاً. أنت تفترض أن الهدف النهائي للدولة في أثينا هو نفس الهدف في هذا النص. دعني أخبرك بالسبب، والدليل هنا قاطع ويأتي من صميم المادة اللغوية، وهي النقطة التي بدأنا بها حديثنا. في اللغة الأيغورية كلمة دولة وكلمة سعادة هما نفس الكلمة تماماً. هل تدرك عمق هذا التطابق الدلالي؟ لحظة، هل تقصدين أنهما كلمتان مترادفتان تستخدمان بالتبادل، أم أنهما حرفياً ذات الكلمة بالصوت والنطق؟ حرفياً ذات الكلمة. الكلمة التي تعني السلطة السياسية هي ذاتها الكلمة التي تعني السعادة. هذا المفهوم يتناقض جذرياً مع الفكر القديم برمته. قديماً كيف كانوا ينظرون للدولة؟ إما ككيان دفاعي لصد الأعداء، أو كإرادة إلهية فرضت من السماء. لكن هنا الدولة ليست أداة لشيء آخر، الدولة هي السعادة. واو، هذا تطابق لغوي مثير للاهتمام حقاً. بمجرد وجودها العادل تتحقق السعادة، وهي تلتزم بجعل جميع أفراد المجتمع سعداء. قارن هذا بأفلاطون في مدينته الفاضلة.
جمهورية أفلاطون كانت إقصائية، السعادة كانت حكراً على طبقة الفلاسفة، بينما البقية مجرد تروس في آلة الدولة. هذه النقطة بالذات تسترعي انتباهي. التطابق اللغوي بين الدولة والسعادة مذهل، وأنا أتفق معك في أنه يغير السيكولوجية اليومية للمواطن. لكن دعنا نفكر في الجذور. أليس هذا الالتزام بالسعادة الجماعية هو التطور الطبيعي والمنطقي لمفهوم الفضيلة السقراطية؟ كيف ذلك؟ سقراط رأى أن المعرفة هي الفضيلة، وأن الفضيلة تؤدي حتماً للخير العام والسعادة. النص الأويغوري لم يخترع هذا الرابط من العدم، هو أخذ هذه البذرة السقراطية وطورها لتشمل المجتمع بأكمله بدلاً من النخبة فقط. نحن نتحدث عن مسار متصل وليس قطيعة معرفية. بل القطيعة المعرفية تتجلى بوضوح عندما نسأل أنفسنا: من الذي يمتلك الحق في هذه المعرفة وهذه السعادة؟ لننتقل إلى النظرة للطبيعة البشرية. كيف ينظر النص للفرد الذي يسكن هذه الدولة؟ النص يرفض تماماً فكرة الخير أو الشر الفطري، يتبنى بوضوح فكرة الصفحة البيضاء. تقصدين أن الأمير والعبد يولدان بنفس الرصيد الأخلاقي؟ بالضبط، الإنسان يولد بلا معرفة وبلا أخلاق فطرية، صفحة بيضاء تماماً، ويكتسب إنسانيته حصراً من خلال التعلم والعيش المشترك. كيف يوضح النص ذلك؟ هو يتتبع رحلة الإنسان من طفل حديث الولادة لا يفقه شيئاً حتى يصبح حكيماً في 80 من عمره. مفهوم. هذا التأسيس الفلسفي يخلق مساواة جذرية. إذا كنا جميعاً نولد كصفحات بيضاء، فكيف يمكن تبرير العبودية؟ هذا يهدم تبرير أرسطو للعبودية من الأساس. لا توجد طبقة خلقت بذهب في عروقها لتكون حكاماً، وطبقة بنحاس لتكون عبيداً. الجميع يمتلك القدرة ذاتها للوصول للمعرفة وللسعادة. شوف، لست مقتنعاً بهذا المسار من التفكير، لأنك تحاكمين أرسطو وأفلاطون بمعايير نص جاء بعدهم بقرون طويلة وفي بيئة اقتصادية مختلفة. نعم، النص الأويغوري يعرف الإنسان بأنه يصبح إنساناً فقط من خلال التعلم، وأنا أحب جداً هذا التتبع من الطفولة حتى الشيخوخة. لكن ألا تلاحظين شيئاً هنا؟ هذا بحد ذاته هو صدى مباشراً لخيار سقراط الوجودي: أن تعيش متفلسفاً أو تموت متفلسفاً. ولكن سقراط لم يوجه هذه الدعوة صحيح أن سقراط كان يتحدث في بيئة أثينية محددة، لكن الجوهر الفلسفي واحد: اكتساب المعرفة المستمر هو العملية الميكانيكية التي تمنحك إنسانيتك. أما بالنسبة لمسألة العبودية، فيجب أن نتذكر أن أرسطو كان مقيداً بالواقع الاقتصادي لزمنه، حيث كان الاقتصاد اليوناني يعتمد كلياً على العمالة المستعبدة. طيب، وماذا عن التطوير الأيغوري لهذه الفكرة؟ الفلاسفة الأيغور ببساطة قاموا بتحديث وتوسيع الدائرة لتتناسب مع عصرهم وقيمهم المساواتية. لكن الجوهر التحليلي القائم على أن الإنسان كائن يتعلم ويتطور بالمعرفة ويحتاج إلى بيئة سياسية لتحقيق ذلك ظل كما هو، وهو يوناني بامتياز. هذه حجة قوية، وفكرة التحديث الاقتصادي مثيرة للاهتمام. ولكن هل أخذت بعين الاعتبار كيفية تعامل النص مع أخلاقيات الصراع والحروب؟ وما علاقة الصراع بمسألة المعرفة هنا؟ لننظر إلى ما يحدث عندما تتعرض هذه الدولة للتهديد، وكيفية التعامل مع المهزومين. المدن اليونانية التي تمثل قمة العقلانية كما تطرح، كيف كانت تتصرف عند الانتصار؟ كانت تستعبد سكان المدن المهزومة بأكملها، بل إن منطق القوة والانتقام كان جزءاً لا يتجزأ من بقاء الدولة اليونانية. في المقابل، يطرح هذا النص فكرة تبدو من عالم آخر: الرفض القاطع لمنطق الانتقام وثقافة الثأر. تقصدين حتى في حالة الحرب والدفاع عن النفس؟ أقصد بعد الانتصار أو في التعامل مع الخصوم السياسيين والاجتماعيين. النص ينص صراحة على أن مشاعر الحقد والانتقام يجب رفضها تماماً من عقل الحاكم والمواطن. لماذا؟ لأن الاستسلام للانتقام يبعد الإنسان عن السعادة، وإذا ابتعدت عن السعادة فأنت تدمر نسيج الدولة. هذا سمو أخلاقي يتجاوز البراغماتية اليونانية القاسية التي كانت تقبل إبادة الآخرين كضريبة سياسية.
أتفق معك تماما في أن هذا التطور الأخلاقي مذهل. تفكيك حلقة الانتقام في القرن ال11 هو فكر متقدم للغاية، ولكن دعيني أقدم لك زاوية أخرى لقراءة هذا الرفض للانتقام، وهي زاوية تعيدنا مجددا إلى العقلانية المطلقة. كيف يمكن أن يكون العفو العقلاني امتداداً لسياسة كانت تستعبد المهزومين؟ لأن رفض الثأر هنا ليس بالضرورة نابعاً من روحانية صوفية مجردة أو تأملات بوذية تسعى للسلام الداخلي بمعزل عن الواقع. الرفض هنا هو قرار سياسي عقلاني بامتياز، الهدف منه هو الحفاظ على استقرار الدولة. تقصد أنه مجرد أداة لاستمرار الحكم؟ بالضبط. المشاعر الانتقامية تولد فوضى وتخلق دورات لا تنتهي من العنف الدفين الذي يدمر الهيكل الاجتماعي، وبالتالي هذا الموقف يتماشى مع إعلاء العقلانية الفلسفية فوق العاطفة العمياء. التفكير المنطقي الذي يقيس الأمور بمصلحة الدولة واستقرارها بعيد المدى هو ما يجعل النص قريبا جدا من المدرسة الأرسطولية. العقل يحكم العاطفة من أجل بقاء الدولة. أختلف معك في تصنيف هذا السلوك كنوع من البراغماتية السياسية الباردة. عندما يقر النص بأن الجميع شركاء في بناء هذه الدولة الخالية من ثقافة الثأر، فهو لا يفعل ذلك بحسابات جافة لبقاء السلطة. التأثيرات الممتدة من التراث البوذي بالإضافة إلى البيئة الإسلامية التي كان الفارابي من روادها أضافت بعداً مختلفا. تقصدين أن البعد الإنساني كان هو المحرك وليس فقط السياسي؟ نعم، النص يرى أن الجهل هو العدو الأول والأخير، وأن المعرفة ليست أداة نفعية بيد الحاكم، بل هي ضرورة لاكتمال إنسانية كل فرد يمشي في الأسواق. وهنا تحديداً نرى لماذا تفشل المحاولات الحديثة لبعض المدارس الصينية في ترجمة النص وتأويله كأنه امتداد للكونفوشيوسية. نحن أمام فكر سياسي أيغوري متكامل ومستقل، أسس لمعادلة ديمقراطية سبقت عصرها بكثير. هذا الطرح العميق يقودنا إلى نقطة التقاء مهمة، وإن كنا نصل إليها من مسارات فكرية مختلفة. كتاب المعرفة التي تجلب السعادة يقف كشاهد أثري على قدرة الفلسفة العقلانية التي تضرب بجذورها الأولى في اليونان على عبور القارات لتشكل وعياً سياسياً في قلب آسيا الوسطى. أنا أعترف بفضل النقاط التي أثرتها اليوم أن التطبيق الأيغوري لم يكن مجرد استنساخ أعمى، بل ارتقى بهذه المفاهيم. لكن يظل المعمار الأساسي للتحليل القائم على دور المعرفة في بناء الإنسان معماراً مدنياً وفق الأسس التي أرسيت في أثينا. ومن جانبي ألخص موقفي بالتأكيد على أن عظمة هذا الكتاب لا تكمن أبداً في كونه تنويعاً على لحن يوناني. قيمته الإنسانية تكمن في كونه صوتاً أصيلاً صاغ معادلة سياسية غير مسبوقة، حيث الدولة هي السعادة. وعبقريته تتجلى في شجاعته، رفضه القاطع للنخبوية والعبودية، ورفضه المبدئي لمنطق الثأر والانتقام. لقد أسس هذا النص لمبادئ مساواتية حقيقية تتفوق بوضوح على القيود التي فرضتها الفلسفات القديمة. ما نتفق عليه بلا شك هو أن اختزال هذا النص المعقد، سواء في قوالب صينية مفرغة من محتواها أو حتى حصره في قوالب يونانية بحتة، يظلم عبقرية النص. النص يمثل شبكة رائعة من التفاعل الإنساني، وهو دعوة لاكتشاف كيف يمكن للتشابك المعرفي أن يخلق حلولاً لمشاكل سياسية واجتماعية ما زالت تواجهنا حتى اليوم. تماماً. إن محاولة تقييد هذا النص العظيم بهوية واحدة ضيقة هي محاولة لسلب الإنسانية من أحد أهم إنجازاتها الفكرية. هناك عمق استثنائي في التراث الأيغوري يستحق أن يدرس كفكر إنساني مستمر وقادر على تقديم إجابات. وكما بدأنا بمحاولة فهم ذلك المخطط المعماري القديم، ندرك الآن أن المعبد الذي بني في آسيا الوسطى لم يكن يستورد أفكاره بالكامل ولا منعزلاً يغلق أبوابه، بل كان صرحاً فريداً يقدم إجاباته الخاصة. نترك لكم مساحة لاستخلاص استنتاجاتكم حول هذه الجذور الفلسفية المعقدة. شكراً لانضمامكم إلينا في النقاش.